مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيبيع الفنكوش لجماهير نادي الزمالك، والكلمه دي انا يمكن قلتها قبل كده وقت ما خرج بتصريح وقال ان انا لو كنت موجود كنت بعت مصطفى محمد ب 20 مليون. طب ما بعتش ليه امام عاشور ب 20 مليون دلوقتي؟ اغلب جمهور نادي الزمالك اللي اعترض عليا في الجمله دي حابب اسمع راي حضراتكم دلوقتي ايه. وتعالى بقى اقول لك، يعني الناس كلها اللي زعلت مني لما قلت الكلمه دي، تعالى اقول لك كده، انت اكلت كام كيلو فنكوش؟ ونصيحه مني روح للدكتور يعمل لك غسيل معده او غسيل مخ، لان الفنكوش طلع حمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره بشكل على اليوتيوب. رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بعد ما رجع من فتره ايقافه تجنى بشكل كبير جدا او في حاجات كتير جدا على اللجان المؤقته اللي كانت موجوده، وبالذات لجنه حسين لبيب، وقال ان اللجنه فرطت في مصطفى محمد، وان مصطفى محمد هو لو كان موجود كان قدر يبيعه ب 20 مليون. طيب انت ما بعتش ليه امام عاشور دلوقتي ب 20 مليون؟ ليه ما بعتش مصطفى فتحي قبل كده ب 20 مليون؟ ده برضه ما حصلش. حتى في فكره ان هو لمهم على رحيل فرجاني ساسي. طيب انت دلوقتي لما رجعت، بن شرقي رحل فري ونجم رحل، طارق حامد رحل، مصطفى فتحي رحل، امام عاشور اهو بيرحل، وقبل كده برضه ابو جبل الحارس الاساسي رحل. كل اللعيبه دي رحلت في ولايتك انت، فانت بتلوم اللجان المؤقته على رحيل لاعب واحد. طب اللجنه دي حتى لما كانت موجوده جددت لاحمد سيد زيزو والونش، اثنين من اهم لعيبه نادي الزمالك، وانت ما قدرتش تعمل ده مع اشرف بن شرقي وطارق حامد. وشفنا كمان طارق حامد خرج ازاي الراجل في لايف على فيسبوك، وكان بيلومه على او بيتبرأ من كل الكلام اللي قاله رئيس نادي الزمالك وكذبه فيه. فهل انت كجمهور نادي الزمالك من اللي بايده مرتضى منصور، انت رايك ايه في النهايه؟ ايه الصح وايه الغلط؟ انا ما عنديش مشكله ان انت تيجي تلومني، او كنت جيت لومتني على الكلمه دي قبل كده لو انا كان كلامي غلط، او فكره ان انا مثلا مش فاهم ايه اللي بيحصل. وانا هشرح لك حاجه صغيره تفهمك وتفهم رئيس نادي الزمالك ازاي تبيع لاعب وازاي تتمنه. اللاعب ده انت بتشوف تألق فين وهيتباع لمين، لان القيمه التسويقيه في البطولات اللي هو بيلعب فيها والقيمه التسويقيه في الدوري اللي هو هيروح فيه هي اللي بتحدد ثمنه. بمعنى اصح، النادي مصطفى محمد تألق في الدوري المصري وفي بطوله افريقيا وهيروح الدوري التركي. هل القيمه التسويقيه للثلاثه دول تقول ان مصطفى محمد يتباع ب 20 مليون؟ ابدا. واحد زي تريزيجيه كان قبله وراح برضه الدوري التركي وتألق برضه في فكره الدوري المصري وبطوله ابطال افريقيا الانديه وبطوله ابطال افريقيا المنتخبات، نفس الوضع بتاع مصطفى محمد بالظبط، واتباع ب 4.5 مليون بس. فانت ازاي كنت متوقع ان هو يقدر يبيع مصطفى محمد ب 20 مليون؟ وهضرب لحضرتك مثل اقوى. محمد صلاح لما راح بازل تألق في دوري ابطال اوروبا وتألق في الدوري السويسري دوري اوروبي، واتباع لنادي تشيلسي اللي قيمته التسويقيه قد جراتا سراي 100 مره، اللي قيمته التسويقيه تقريبا قد الدوري التركي كله، اتباع له ساعتها بحوالي 11 مليون. فانت ازاي كنت هتبيع مصطفى محمد ب 20 مليون؟ فده نوع من انواع الفنكوش او بيع الوهم من الجماهير، والجماهير ما صدقتش ده وما اقتنعتش بده. الحاجه الثانيه بقى اللي هقول لك عليها، ولجنه حسين لبيب تفوقت على اداره مرتضى منصور للنادي. لجنه حسين لبيب لحد دلوقتي انت بتاخد فلوس من اعاده بيع مصطفى محمد او اعاده اعارته او الى غيره، لان ده كان شرط في العقد، وان انت ليك نسبه من اعاده بيعه او اعاده فكره اعارته او الى غيره. نادي الزمالك لما جاب محمد ابراهيم من النادي البرتغالي ما حطش بقى نسبه، حط مليون دولار. بمعنى ان محمد ابراهيم لو اتباع بجنيه واحد نادي الزمالك هيدفع مليون دولار للنادي البرتغالي، وده حصل بالفعل، ومحمد ابراهيم مشي فري ونادي الزمالك اضطر ان هو يدفع المليون دولار. فمين بقى مين اللي واعي ومين اللي بيعمل فعلا لمصلحه نادي الزمالك، ومين ومين ومين؟ دي احكم عليها انت، ولو انا غلط تعالى هاجمني، انا ما عنديش اي مشكله. فكل ده فنكوش انت اكلته. هو كان بيلوم فكره اللجان المؤقته على رحيل بعض النجوم، هو رحل في عهده نجوم اكتر، يعني فكره اللجان المؤقته زي ما بقول رحل فرجاني ساسي بس، لكن هو رحل بقى مين؟ رحل بن شرقي، رحل طارق حامد، رحل اوناج، رحل ابو جبل الحارس الاساسي، ورحل دلوقتي امام عاشور، ورحل مصطفى فتحي. كل اللعيبه دي رحلت ومرتضى منصور موجود. وحتى لما وعدكم في الوعود الانتخابيه بتاعته ان اللعيبه او هديتي ليكم هو اشرف بن شرقي، وان اشرف بن شرقي قاعد في نادي الزمالك، ده ما حصلش. ما قدرش مثلا ان هو يجدد مع اشرف بن شرقي ويبيعوا بعد كده بثمن كويس، ده برضه ما حصلش. زي ما بقول كل ده فنكوش انت اكلته من وعود انتخابيه و الى غيره. فكره ان انا لا كنت هبيع ده بكذا وكنت هبيع ده بكذا، اهو ما حصلش. مصطفى فتحي مشي تقريبا باقل من مليون دولار، امام عاشور بيمشي اقل من تقريبا من 3 مليون او 3 مليون تقريبا. فكل ده كان فنكوش. افهم الاول، ودي نصيحه الجمهور نادي الزمالك، افهم الاول عشان مصلحه ناديك. افهم الاول عشان لما تيجي تعترض على حد يبقى انت بتعترض صح، ما يطلعش حتى انت شكلك وحش. دي في النهايه كوره، مجال مفتوح، تقدر تدور وتبحث وتقدر ان انت تفهم
هي مش حكر على حد، ومش حكر على رئيس نادي، ومش حكر عليا انا، ولا حكر على اي حد. انت تقدر تدور وتفهم وتعترض او لا، واعترض او لا لمصلحه ناديك مش مصلحه اشخاص. دي نصيحه صغيره مني لجمهور نادي الزمالك.